انسي بعد الفيديو ده ان كفتة الرز تفكي معاكي او ما تظبطش. هقولك النهارده على المقادير المظبوطه بتاعتها بالشعره، هتلاقيها زي ما انتي شايفه كده، لونها حلو قوي، ولا هتفك ولا هتشقق ولا هيحصل فيها اي حاجه، وزي ما هتحطيها في الزيت زي ما هتطلعيها قرمشتها من بره رهيبه ومستويه من جوه، وطعمها وريحتها مش قادره اوصفلك على جمالها. تعالي بقى نشوف وصفه النهارده، بس في الاول ما تنسينيش في اللايك والشير، ولو لسه ما عملتيش سبسكرايب للقناه ما تنسيش تدوسي على السبسكرايب وتفعلي زر الجرس عشان كل ما انزل فيديو جديد يوصلك. معايا هنا بصلايه حلوه كده كبيره، ومعايا حوالي 7 8 فصوص توم. دول انا هحطهم في الفريزر، بطلعهم يفكوا وهحطهم في الكبه. ومعايا حزمه بقدونس وحزمه كزبره، انا ما بحبش احط فيها شبت، لو بتحبي الشبت فيها خلاص ما فيش مشكله، حط لها حزمه كمان من الشبت. وهنضرب دول كويس قوي، البصل مع الثوم مع الخضار او الخضره اللي احنا حطيناهم، اضربيهم كده مع بعضهم حلو قوي، ان الخضره تتفرم معايا والبصل والثوم وكله كده يدخل في بعضه. كبتك بقى النهارده ولا هنحتاج لجزار ولا غير جزار، هاتي الكبه بتاعتك وهنعمل احلى شغل. تعالي بقى بعد كده هنجيب اللحمه، الطبق ده فيه نص كيلو لحمه مفرومه، بس انا مش هحطه كله، انا هستخدم نصه، يعني هحط ربع كيلو لحمه مفرومه. ربع كيلو لحمه مفرومه هيديكي كميه حلوه قوي، وطبعا انت على حسب افراد اسرتك. وهقولك طبعا انت لو هتزودي اللحمه المفرومه عن كده هتزودي بقى في الخضرة، يعني بدل البصل خليهم بصلتين، والخضرة حطي يعني مثلا لو عندك لو هتحطي كوباية خضرة خليهم كوبايتين من الخضرة، وحطي مثلا نص راس توم كامل بدل ست سبع فصوص، لا حطي نص راس توم كامل على نص كيلو لحمة. انا هنا عاملة ربع كيلو لحمة، حطيت بصلاية، ست سبع فصوص توم، حزمة بقدونس وحزمة كزبرة، بس كل حزمة صغيرة مش حزمة مليانة، انتوا عارفين دلوقتي اليومين دول الخضرة يعني بعافية شوية، فالحزمة اساسا معدومة. ف ولو حابة تحطي شبت حطي شبت. اضربي بقى اللحمة المفرومة، انا عايزة اللحمة المفرومة تتسمغ مع الخضار اللي احنا حاطينه البصل وكله، مجرد تدي كده كام ضربة. انا هنا غابت معايا شوية لان اللحمة المفرومة كان فيها حتت من التلج ما كانتش فكة قوي من الفريزر، فغابت شويه في ضربها، فانتي قبل ما تشتغلي يعني سيبي اللحمه المفرومه تفك معاكي كويس. بس كده، اول ما احس ان اللحمه المفرومه خلاص دخلت في بعضها واختلطت مع الخضار، هنجيب بقى ايه، هنجيب الرز. الربع كيلو لحمه مفرومه واخد كوبايه ونص رز مطحون. الرز ده انا طحنه في البيت، غسلته وسبته ينشف تماما وبعدين طحنته، وبيتباع كمان في السوبر ماركت، لو انتي مش حابه ان انتي تطحني في البيت موجود في السوبر ماركت، قولي له عايزه دقيق الرز موجود هيديهولك، او الرز المطحون، يعني هو الراجل هيعرف وهيديكي. يبقى الربع كيلو هياخد كوبايه ونص من الرز مغسول ونشف وطحنته مطحون، كوبايه ونص من الرز المطحون، نزلت بالكبه كده وبعد كده اديتهم كام ضربه. وتعالي بقى نحط البهارات. بهاراتنا ايه بقى؟ حطيت رشه من الكزبره، ومعلقه صغيره من توابل اللحمه، معلقه صغيره من السبع بهارات، والفلفل الاسود والملح بقى، وظبطي ملحك، بس الكزبره فيها بتديها يعني نكهه حلوه قوي. يبقى حطينا بهارات لحمه، 7 بهارات، كزبره، فلفل اسود، والملح. ظبطي بقى ملحك ايه على حسب ما انتي بتحبي الحاجه عامله ازاي، ورشه بقى كده من جوز الطيب، ودي اختياري، في ناس مش بتحب ان هي تحط جوز الطيب في الاكل، براحتك، لو مش حابه ان انت تحطي جوز الطيب استغني عن الموضوع ده، بس هي بصراحه بتدي نكهه حلوه قوي. انا بحط ايه يعني يا دوبك بشره كده صغيره من جوز الطيب. واضربي كل ده مع بعضه بقى كويس قوي عشان كله بقى يتسمغ مع بعضه مع البهارات مع كل الحاجه. مفيش ابسط ولا اسهل من وصفه النهارده، بجد سهله وبسيطه، ويعني انت لو عرفتي مقاديرها هتعرفي تعملي، يعني حتى لو كمية كبيرة هتعرفي تعمليها، والله جربيها بالمقادير اللي انا قلتلك عليها مش هتفك ولا هيحصل لها حاجة. ما تنسينيش بقى باللايك والشير، وما تنسيش السبسكرايب، لو لسه ما دوستيش على السبسكرايب ما تنسيش تدوسي على السبسكرايب للقناة. هنديها بقى اخر ضربة، قلبتها كده بمعلقة عشان انا عندي الكبة بتاعتي بسكينة واحدة بس، فلازم ان انا كل شوية كده انزل الجوانب بتاعتها. بس كده خلاص، هي كده اتظبطت واتسمغت واتشمعت وكله اختلط ببعضه والبهارات بقت تمام. بصي بقى القوام بتاعها، مش مشكلة الحاجات اللي بتقع مش مشكلة، بصي لونها وقوامها رهيب. هفضي بقى كفتة الرز بتاعتي في الطبق، وهدخلها التلاجة ربع ساعة بس ان هي ايه تتشمع، يعني
اديها تشميعه كده في التلاجة ربع ساعه مش اكتر من كده. انا هوريكي دلوقتي العجينه بتاعتنا بتاعت كفته الرز. بصي بقى، في ناس ما بتعرفش تصبحها لما بتحط زيت عشان بتبقى قوامها مش مظبوط قوي. بصي القوام بتاعها مظبوط، مش بتلزق، مش بتشق، بتتشكل بكل سهوله، طريه لينه، بس في نفس الوقت ان انا مش محتاجه ان انا ادهن زيت في ايديا عشان اشكلها. بصي بتتشكل بكل سهوله، وهنا كمان كانت لسه سخنه، لسه ما دخلتش التلاجة ترتاح وتتشمع. هدخلها بقى التلاجة ربع ساعه بالظبط. ندخلها التلاجة بعد بقى ما دخلتها التلاجة ربع ساعه. بصي بقى هتتشكل، مفيش اسهل ولا ابسط من كده، وايديا نظيفه زي الفل من غير زيت، من غير اي حاجه، من غير ما تدهني ايدك اي حاجه. شكليها بقى، في ناس بتحبها صغيره قوي، انا بحبها رفيعه وطويله شويه، ايوه كده. في ناس بتحبها قصيره، يعني بتعملها قد الصوبع، صبع الايد كده الصغير ده بتعملها قده. فانتي بقى شكليها على حسب ما انتي بتحبي كفتة الرز عندك شكلها عامل ازاي، بس انا بالنسبة لي احنا بنفضل الحجم ده. هعمل بقى الكميه اللي معايا دي كلها، وزي ما قلت لك من غير زيت ومن غير اي حاجه، هتشكليها في ثواني، هتلاقي نفسك مخلصه الكميه دي. طيب لو حابه ان انت تفرزي، بتعملي الكميه اللي انت هتقليها، والباقي هتحطيه في طبق مثلا فل، او شوفي انت بتحطي ايه في التلاجة، بس اهم حاجه ما بين كل طبق او طبق حطي كيس من اكياس التلاجة. يعني هنا انا قسمت الجزء ده، جزء انا هقليه دلوقتي، وجزء التاني هشيله في الفريزر. رصيته كده في طبق، وحطيت ما بين كل طبق او طبقه كيس من اكياس التلاجة عشان ما تلزقش كلها في بعض. وبتطلعيها وهي متلجة تحمريها، ما بتسيبهاش تفك الكفتة اللي مفرزاها، طلعيها وهي متلجة، حمريها على طول. هنا بقى نزلت بزيت سخن، زيت سخن بقى كده، ويعني كتري الزيت شوية، وانزلي بقى بالكفتة بتاعتك، وهتشمي ريحة كفتة مش قادرة اوصفلك على جمالها، رهيبة بجد. وهنشوف بقى دلوقتي. بصي انا في الاول اول ما بحطها كده ما باجيش جنبها، يعني انا دلوقتي بس هزقهم كده شويه عشان انزل تاني، بس ما باجيش جنبها الا لما بحس ان هي خلاص بدات تاخد لون من بره كده وتتغلف كلها، الزيت خلاص يعني غطاها وعمل لها زي طبقه كده، وما بقلبهاش بمعلقه ولا اي حاجه. بصي اول ما بلاقيها وصلت للشكل ده كده، بصي هي كده خلاص يعني اتغلفت كله من بره، بهز كده الطاسه، بس خلي بالك عشان ده زيت مغلي بالله عليكي، يعني تعملي يعني اعملي الموضوع ده بحرص عشان الزيت وكده. بصي بقى كده اخدت لون رهيب، حاجه كده ما شاء الله اللهم بارك. يلا اكتبوا لي بقى، ما تستخسروش فيا بقى كومنت. هنطلعها بقى على ورق مناديل كده. انا النهارده عملتها مقليه، طبعا انت لو عايزاها بصلصه، احنا في المعظم بنخطفها من بعضنا كده وهي مقليه. لو عايزاها بقى بصلصه، اعملي صلصه بتومه وشويه خل وتتسبك. الطماطم بتاعتك انزلي عليها بشويه ميه، خففيها، وانزلي بكفته الرز تاخد غلوتين، والصلصه تبدا تتقل، وبتطفي عليها، والف هنا وشفا. ولو حابه تحطي بطاطس كمان حطي، بس انا بصراحه النهارده عملتها مقليه. هتلاقوها كمان على فكرة على القناة عندي، عملتها من قوانص الفراخ. عملت كفتة الرز بقوانص الفراخ، وكانت بديل للحمة المفرومة، وكان طعمها هو بالظبط. هتلاقوها عندي على القناة، واتمنى ان وصفة النهاردة تعجبكم. الكفتة مقرمشة قوي من بره ومستوية من جوه.